السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ دوسوا لايك اول الفيديو. تعالوا بقى نشوف بقى الكلام النهارده على ايه. كلام كبير 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 كبير. بس انا ايه، اختصرت كل حاجة تمام على السريع كده، بس بجد كان اكل زي العسل. ده طبق مخلل، طبعا مش هنتغدى مخلل يعني. تعالوا بقى نصلي على النبي، نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على الشفيع. عطروا يا جماعه بيكم بذكر النبي، وعطروا بكم بذكر النبي، لان احنا مش احنا من الصلاه على النبي فيها الخير وفيها البركه وفيها كل حاجه حلوه في الدنيا. يكرمنا ويكرمك يا رب بكل خير ان شاء الله باذن الله من غير مقاطعه. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. هنعمل طبخه تحفه بقى لي فتره ما عملتهاش بجد، بس كان جميل قوي، كنت متشوقه لها الصراحه. طلعت زي العسل. هنجيب بصلايه، معلقتين سمنه، حته دهنه، حبه زيت اللي يريحك تمام. ونحمر البصلايه كده، ندبلها بس ما نخليهاش تستوي ولا تحمر قوي. تمام عليك نور. كوسه عسل لايك بقى. بصوا، بقول لكم سكر عسل. المهم، البصله تدبل كده ونعمل شفشق طماطم قليل بقى كتير براحتك ان حسب رغبتك، ونحطها فيها وايه وتتسبك. نكون سلقنا بقى اللحمه، حبه شوربه حلوين كده اهوت تمام. واول الطماطم ما تتسبك خالص والدسم بتاعها يجي على الوش كده اهوت وتقل خالص، الحموضه بقى اللي فيها والملح وكل حاجه بتروح طبعا في التسبيك تمام. اكون مقشره الكوسه وغسلها غسله حلوه قوي، واقوم مقطعاها حسب بقى التقطيع اللي انت عايزاها. بص عسل سكر تمام. طبق مخلل بلدي جميل قوي تمام. اللهم صل على النبي. ونعمل بقى حبه رز بشعريه كده، نحمر الشعريه في حبه زيت. انا بحب اعمل رز بزيت، ما بحبش اعمله بسمنه تمام. ونحمر بقى حبه الشعريه يحمروا، ونحط بقى حبه الرز، ونقعد بقى نشوح بقى في الرز. عايزه الرز يطلع مفلفل زي اللي انا هعمله دلوقتي، لازم بقى تشوح في الرز كويس لغايه ما ينشف خالص من النشا اللي هو فيه تمام. وتزودي بقى الطبيخ شوربه، وتزودي الرز شوربه، تاكلي احلى حبه ايه، كوسه باللحمه، واحلى شويه رز بالشعريه. زودوا شوربه بجد احسن من الميه تمام. تحفه. الله الله الملك جه اهو. اللحمه، حبه شوربه زي العسل تحفه. احنا بنحب اللحمه مسلوقه بصراحه، وساعات برضو بحمرها، بس الاغلبيه بنحبها مسلوقه مع الشوربه، تبقى خفيفه كده وطعمها حلو تمام. يلا يا ام محمد وريني ابداعاتك. عسل. بسم الله ما شاء الله، كان بجد كان غدا جميل وطعمه جميل. طب ما انا قلت يعني ايه 5 دقايق كده على السريع، برضه حبه لحمه تاني بشوربه. قلت 5 دقايق كده على السريع ان انا اعمل ايه، الغدا على السريع كده هو هقدمه، بس تقديم مش اكتر تمام، لان احنا عملنا تسبيكه كتير مع بعض قبل كده، فقلت اشرحها شرح بس. خلاص يلا حبه شوربه تاني بقى كده باللحمه ورز بشعريه طعمه بصوا فظيع. الكوسه مسكره قوي، مسكره بجد. عامه الكوسه بتبقى سبحان الله فيها نسبه سكريات جامده حلوه، بتبقى مسكره، حتى لو كانت كبيره برضو تبقى مسكره وفيها ميه كتير. انا بحب ازود، ايوه عسل، بحب ازود الطبيخ شوربه، ما بحبش ازوده ميه. وطول ما الشوربه مسكره بقى وانت مظبطه الشوربه بتاعت اللحمه بتاعت الفرخه البط اي حاجه، بتطلع الطبيخ حلو. بصوا الجمال، حلو قوي، كان مسكر وجميل. يلا يا قمر، يلا يا عسل. غريف الرز يا ام محمد، تحفه بجد. بصوا بقى التسبيكه ديت انا بعتمدها على طول، ممكن بقى تحط فيها اي خضار بقى، بطاطس بسله اي حاجه. في ناس بتزود توم مع مع التسبيكه براحتك. الله، انا بحب الشعريه بصراحه في الرز كتير. لايك 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 لاحلى حبه ايه رز. محمد ابني بيحب الرز بالشعريه، ملوش في الرز حبه وحبه. كنت زمان قبل محمد ابني ما يكبر وكده يعني، كنت بحب اعمل رز. ايوه اتفضلوا. الله عسل. كنت احب اعمل الرز واحده واحده، بس بقى محمد ما كبر وكده اهوت وبيحب الرز بالشعريه، خلاص اعتمدت الرز بالشعريه على طول. نادر قوي كده لما اشتاق له الرز التاني واعمله. بصوا بقى الجمال، اللحظه يعني. بصوا الفيديو كله يهون، وتعب الفيديو كله يهون، والحر في المطبخ كله يهون قصاد اللقطه دي. عسل في منتهى الجمال. بصوا كان جميل قوي، التسبيكه عجبت ابو محمد قوي، قال لي جميله كده وحلوه. بصوا اللحظه الحاسمه. يلا، الكلام على ايه النهارده يا جماعه؟ الكلام على طبيخ كوسه وعلى رز بشعريه ولحمه مسلوقه وحبه مخلل. كانت دايبه اللحمه، كانت دايبه.
بصوا، مش مستحملة امسكها اتفصصت في ايديا، مش مستحملة. تحفة، جميلة. انا بحب اللحمة الحمراء بصراحة، مش بحب اللحمة اللي بتبقى بيضاء. يعني بميل برضو للدسم شوية، بس بحب اللحمة، بعز اللحمة الحمراء والحتة الخشنة، مش بحب الحتة الناعمة. تمام، نادر قوي قوي لما اكل الحتة الناعمة. الناس اذواق يا جماعه في الاكل، في ناس بتعشق الحته الناعمه وتحب لحمه الموزه. انا بحب حته اللحمه الخشنه، وبحب في الفراخ الصدر، مش بميل قوي للوراك. تمام، والناس اذواق في الاكل واطباع في كل حاجه. لايك 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 لايك. سلام.